طبعا مستمرين ايضا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناه النخيل. يتواجد بجانبي الان طبعا الاستاذ فالح السمحان، المسؤول عن لجنه التواريخ في رياضتنا في المملكه العربيه السعوديه، وعن تواريخ البطولات في رياضتنا في المملكه العربيه السعوديه. استاذ فالح نرحب فيك عبر قناه النخيل، ايضا تواجدك في بطوله الشيخ فهد مطوع الاكاديميات. والله اولا انا اشكركم الصراحه على الدعوه، وصراحه دوره فهد مطوع الاكاديميات صراحه تهتم بالفئات السنيه، وهذا هو المطلب. يعني الاطفال هذول الصغار اللي بالسن ما شاء الله كلهم رجال ما شاء الله، ونشوف ما شاء الله اداء مميز. وبعدين نشكر صراحه القائمين، محمد عادي صراحه كل يوم يجدد يعطينا شيء جديد، الاهتمام بالحواري، الاهتمام بالاكاديميات، كل هذه المطالب، هذه اللي احنا محتاجينها احنا صراحه. الانديه صراحه الان اصبحت يعني بقدر يعني معنى الكلمه أن اصبحت كلها انديه محترفه، ما تهتم بالفئات السنيه بقوه، ما تهتم بالحواري بقوه، لا خلاص يعني صارت انديه تبع مؤسسات تبع شركات. الان يعني الاهتمام راح يجي من وين؟ من نقدر نقول عنهم الرجال المخلصين اللي يهتمون يحاولون يقدمون شيء لبلدهم عن طريق الحوار وعن طريق الاكاديميات وعن طريق الاشياء الاجتماعيه صراحه. ونشكر صراحه محمد عادي صراحه كل يوم ما شاء الله يجيب لنا حاجه جديده. جميل جدا. طبعا تواجدك مساهد اليوم، ابرز ما شاهدتم مساهد اليوم في تواجد؟ والله ابرز ما شاهدنا ما شاء الله موجود الناشئين موجودين، اولياء امور موجودين، اطفال صغار بالسن ما شاء الله. نشوف يعني رجال ايضا من الرياضيين كثير محاضرين ما شاء الله، كلهم انها يدل على انهم يهتمون بالشيء هذا، بس يحتاجون الى مثل الاكاديميات هذه صراحه علشان يتواجدون فيها ويشجعون على وجودها ان شاء الله. كلمة توجه للشيخ فهد مطوع على دعم رياضة الإحياء ورياضة الوطن بشكل عام. والله بصراحة أنت تقول لي كلمة تقول الفهد مطوع، أنا ودي أقول كل يوم الفهد مطوع، بيض الله وجهك، كثر الله خيرك، والله يرحم والديك ويحفظ لك أمك إن شاء الله ويحفظ لك إخوانك. أنت رجل يعني بمعنى الكلمة غالي عندي، يعني غالي عندي وبس. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. هلا شكرا.